أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ليلة بيضاء عاشتها مدينة مراكش الحمراء بعد مواجهات دامية هزت حي دوار الكدية. استنفار أمني كبير ينتهي بتوقيف العشرات وحجز أسلحة وممنوعات. إليك التفاصيل. وفي واقعة أثارت هلع الساكنة، شهد حي دوار الكدية بمراكش ليلة الأربعاء الماضي مشادات عنيفة تطورت إلى مواجهات دامية بين شبان محليين ومهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. المواجهات التي استعملت فيها الأسلحة البيضاء حولت أزقة الحي إلى ساحة للفوضى، مما استدعى تدخلا عاجلا وفوريا من مختلف المصالح الأمنية بالمدينة للسيطرة على الوضع قبل تفاقمه. عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفرق مكافحة العصابات ودراجي ولاية أمن مراكش نفذت عملية أمنية واسعة النطاق مكنت من تطويق محيط الحادث في وقت وجيز. العملية أسفرت عن توقيف أكثر من 30 شخصا من كلا الطرفين للاشتباه في تورطهم في تبادل الضرب والجرح وإشهار أسلحة بيضاء هددت سلامة المواطنين. كما مكنت عملية التفتيش من ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء كانت بحوزة الموقوفين.